من الفطنه هذه الحكومه ومن النضج ديالها والمعرفه ديالها خدمت جميع الاليات ودارت جميع الاحتياطات. اولا ذاك الخروف اللي جابوه للعيد ياك جابوه للعيد، دابا الان يستعمل حتى بعد مناسبات الاعراس والاسبوع الى اخره، ماشي مشكل يستعمل. من عجب تبقى ناكل عنتايه اخرى باش تدخل في السنه المقبله ان شاء الله. بعد الحكومه شجعت المستوردين جيب جوج الخرفان جوز عند لونسا في الديوانه، جيب الفكتورات ديال 1000 درهم ديالك، جبتي 500 خذ خلاص 500، جبتي 1000 خذ. بعد ما يخضعوا الى الفحوصات الطبيه ديالها ودوز اللجنه اللي متبعه ويطبعوا لك كيمشي الفلوس ديالك. ما قالوش الحواله يجيب معي فلان او العياشي او احمد او شركه فلان، قالوا اللي يجيب الحولي يجي يدي التعويض الدعم ياك. الناحيه الثانيه هذا الحولي اسبانيا قبيح ولا مزيان؟ هضر معايا حيت انا كليتو، انا ملي سولوني على الجاموس قلت لهم كليتو. بن كيران اللي يتكلم على اللحم ديال البرازيل ماشي حشومه، ماشي حشومه. هذاك الشيء ديال اللحم البرازيل خدموه الشناقه باش نعاودها، والان الدوله فتحت تحقيق وراه غادا قريبا عاد تسمعوا نتيجه داك الشيء ياك. هذا الخروف هذا اللي جبناه من اسبانيا شيناه من الضيعه، دابا عاد عمل واحد الفيديو واحد المغربي في واحد الضيعه سما قال الخروف اللي طاح ب 2300 درهم تما 2000. كاين شي كاع ب 300 درهم 1400 كيتوصل حتى 2000 درهم. انا مني غنهزو من برشلونه او من مدريد او من بلباو هذا الخروف بشحال غادي يكلف لي الترانسبور، ومني غيجي اللانشا شحال غنخلص عليه؟ شحال كتخلص على راسك انت في اللانشا كل واحد فينا؟ ثم الاكل ديال هذا الخروف شحال؟ ومني غيجيبوا لنا الحراس الماكله الكوري راه ماشي غيكون بانيه غادي يكون كاري. هذه المسائل كلها ما كنتكلموش فيها وتجي وحده وتقول الخروف في اسبانيا ب 600 درهم، الدوله طال 500 درهم خصو يبيعوا المغاربه ب 100 درهم. هذا سبرو، عرفتي سبرو ياك؟ اش اللي يقولوا دابا اليوم؟ دولبران، هذا دولبران. هذيك العائله مسكينه داكشي اللي تعلمت. خصنا نكونوا واقعيين مع المغاربه نقولوا من الحقيقه. الخروف باش كيتشرى وعاد كاين تفاوتات، كاين الخروف ديال 30 الكيلو اسيدي انا ناخذ عاد 30 صغيور وفسي ما عندي ما ندير بديك القديد وديك الثلاجه الفريكو ما عندي ما ندير به. خص السنه صافي ندير السنه سيدي وناكل ديك البركه وديك الكبده الله يحضر بركه. لا حنا خصنا الحولي كبير وخصنا ما نعرف شنو، خصنا نخرجوا من هاد العقول الضيقه ونخرجوا. نعم مخطط المغرب الاخضر نجاح 100%، وإلا بغيتوا ديروا معي شي جوله مرحبا بكم. شنو بغيتي تشوف؟ الزيتون يلا معي مرحبا بك نعطيك فين كاين الزيتون. بغيتي تعرف الاشجار المثمره خرو والداليه والكرمس يلا معي ديروا معي شي نهار نعطيكم النقل ونعطيكم كل شيء ونوفر وقيروا الساره وتشوفوا داك الشيء. بغيتي تتكلموا على التربيه الماشيه الدوله كتعطي السيد الكساب ولا نقول له منين ولا داك البقره عندك 4000 درهم. احنا ما بغيناش نواكبوا ونمشوا في هذا الاتجاه. اش بغيتي؟ حتى بعض الناس كيقول لك هو المغربي العجل اللي يعطوه 4000 درهم والدري اللي يعطوه 100 درهم، سمعتيها؟ كيتهكموا علينا. بالعكس هذاك التشجيع عندك الفلاح اولا باش يحصلنا يحافظنا على المنتج الحليب، باش الجوده الحليب ديالنا رقم واحد، لان قبل كنا نشربوا على الغبره. الا عقلتوا على الحليب الغبره هو اللي كان. دابا المساكين في الجزائر الاخوان ديالنا مساكين ديك العسكر اللي يعطوهم معي الماء مخلط بالصباغه قسما بالله والله العظيم الى الماء مخلط بالصباغه. انت انا كذا كل الحليب معمر بالزغب ديال البقره ولا المعزه سخون بالرغوه وكتهدر. شكر الله على هذه النعمه رغم الظرفيه رغم الصعوبه ديالها. الان الجفاف اللي عندنا في المغرب 40 عام ما شافوه الناس اللي قبل منا كيقولوها، ورغم ذلك بلادنا باقا واقفه الحمد لله بالسياسه النيره ديال جلاله الملك والسيروره اللي غدا بها الحكومه الله يجزيهم بخير. الاخوان كيجتهدوا. نعم النواقص لا تخلو من شيء، النواقص هي عاديه وطبيعيه تكون، ولكن باش نبداو نقولوا كل شيء ما كاين والو ما كاينش حرام حشومه.